رب العالمين في كتابه الكريم يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ليش العدل ما يكفي؟ لا، العدل هو أن فلان إذا سلم عليك ترد عليه السلام، إذا عزمك تعزمه، إذا ساعدك تساعده. زين منو اللي يبادر إلى الخير؟ والله فلان ما سلم علي، أنا ما أجاوبه. فلان ما عزمني، على شنو أعزمه؟ فلان ما احترمني، على شنو أحترمه؟ فلان ما ساعدني، على شنو أساعده؟ شنو هذا معناه؟ إذا كان كل واحد فقط يريد ردة فعل خير ما عنده، ليش سموا فعل الخير مو رد الفعل؟ إذا أنت بادرت في السلام على زميلك وقلت له السلام عليكم فلك 99 حسنة، وإذا قال لك عليكم السلام له حسنة واحدة. ليش؟ لأن سبق فضلك عليه. نحن نحتاج إلى الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الأخلاق في المجتمع إخواني، مثل ما أنت تجيب باب وتريد أن هذا الباب تثبته في الجدار، كون باب لا يكفي، كون هناك جدار لا يكفي، لابد في الشيء اللي يلصق بعضه ببعض، يلصق الباب بالجدار، بدون هذا ما يصير. الأخلاق الفاضلة هي التي تلصق أفراد المجتمع بعضها ببعض. الأخلاق هي جوهر الديانات، يعني شيئين جوهر الديانات: المعرفة، أو إذا صح هذا التعبير عمل المعرفة ومعرفة العمل. هذه جوهر الديانات: معرفة الله، الإيمان بالله، الخوف من الله، الرغبة في ثواب الله. إذا رأيت أنك يمكن أن تخسر تقول مو مهم، أخسر هنا أنا بس ما أخسر آخرتي، أربح الثواب وإن خسرت، لكن ما كذبت. هذه من جهة. ومن جهة ثانية أخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة أفضل من حسن خلق